السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض الكيك الكريم كراميل او جاتو الكريم كراميل. سهل جدا وبسيطة وما بتاخدش معانا اي وقت، ونتيجتها ممتازة جدا. هتطلع معاكي بالظبط كأنك عملتي جاتو بنفس مقادير الكيك العادي. هتطلعي معاكي 12 قطعة جاتو، شكلها وطعمها تحفة. يلا بينا نبتدي. نسمي الله ونشوف المقادير. بس لو اول مره تشوفيني ساعدني ضمامك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه معانا كوبايه من السكر، هننزل بيهم في شفشق الخلاط بتاعنا. وبعدين كوبايه من اللبن الحليب، هننزل بيها كمان في الخلاط. ونضيف عليهم باكت من البودر بتاع الكريم كراميل. هننزلها كمان على المكونات، وبعد كده نبتدي نضرب او نخلط المكونات بتاعتنا كويس جدا لحد ما السكر يدوب تماما مع المكونات. بعد كده هننزل بكوباية الا ربع من الزيت. ويفضل ان الزيت بتاعنا يكون نوعية كويسة. بعد كده هنبتدي نخلط المكونات بتاعتنا كويس في الخلاط. هنبتدي نحس ان القوام بتاع الخليط بتاعنا بقى تقيل. كده وصلنا للنتيجة المظبوطة. هناخد من الخليط بتاعنا كوباية من الصوص بتاعنا دوت، وهنركنها على جنب. ممكن تحطيها في التلاجة او تسيبيها بره في الجو بتاع الشتا ده مفيش مشكلة. معانا كمان 2 بيضة، هننزل عليهم بمعلقة من الفانيليا. وبعدين نضيفهم على باقي كمية الخليط اللي كانت في الخلاط. ونبتدي نضرب تاني الخليط بتاعنا كويس لحد ما يختلط، تمتزج المكونات كلها مع بعضها. بعد كده هننزل بكوباية ونص من الدقيق. هننزل عليهم بباكت من البيكنج باودر، وبعدين هنضيف عليهم رشة من الملح. وبعدين ننخل المكونات الجافة بتاعتنا مع بعضها كويس بالشكل ده. وبعد كده بننزل بالخليط بتاعنا اللي في الخلاط على المكونات الجافة. بنخلط خليط الكيك بتاعنا كويس بالمضرب اليدوي بالشكل ده. القوام بتاع الكيك بتاعنا بيكون مظبوط، مش خفيف. بعد كده بنستخدم الاسباتيولا عشان نتأكد ان كل المكونات في قاع البولة امتزجت او انضربت كويس معانا بالشكل ده. بعدين بنبتدي نحضر الصينية بتاعتنا. بنجيب صينية مدهونة بزيت. لو مش متوفر عندك الصينية البايركس، تقدري تستخدمي اكبر صينية في الطقم الالومنيوم المستطيل، هتكون كويسة برضو جدا بالنسبة للمقدار بتاعنا. هنا نزلنا بالكمية بتاعة الخليط بتاع الكيك بتاعنا كله. بعد كده هنبتدي نخبط على الصينية بتاعتنا علشان نخرج الفقاعات بتاعة الهواء. طبعا الفرن بيكون ساخن على درجة حرارة 180. ندخل الكيك بتاعنا في رف اوسط، مشغلش الشواية. بتاخد معانا في الفرن حوالي من 20 ل25 دقيقة وتكون جاهزة معانا. بعد كده هنبتدي نحضر الكريمة بتاعتنا. معايا كوباية من الكريم شانتيه. هننزل عليها بربع كوباية من السكر، وعليها كوباية ونص من الماء، المية متلجة. ممكن ما تاخديش كمية المية كلها، ممكن تبقي منها حاجة بسيطة. وبعد كده بنضرب الكريمة بتاعتنا بالمضرب بالشكل ده لحد ما نحصل على قوام التقيل. بيكون قوامها بالشكل ده. هنا الكيك بتاعنا بعد ما طلعت من الفرن سيبناها تبرد تماما. هي كده مش محتاجة ان احنا نسقيها بلبن، لان هي كيكة اسفنجية جدا وطرية جدا وهشة وقوامها جميل جدا. مش محتاجة معاكي ان انتي تضيفي الخطوة بتاعت ان انتي تسقيها باللبن. هنبتدي نفرد الكريمة بتاعتنا على سطح الكيك بالشكل ده ونوزعها. وبعد كده نبتدي نظبط الكريمة بتاعتنا بالسكرابر زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لو حابة ان انتي تضيفي خطوة اللبن، ممكن يبقى نص كوباية بس من اللبن تضيفيها تسقي بيها الكيك. ولو ان انا شايفة ان هي مش محتاجة، هي كده جميلة جدا. طبعا هنظبط سطح الكريمة بتاعتنا بالشكل ده.
في المرحلة دي بننزل بكوباية الصوص اللي احنا شيلناها على جنب في الأول. بنبتدي نوزعها على الكريمة بالشكل ده. بعد كده بنبتدي نساوي سطح الصوص بتاعنا على الكيك. ممكن نستخدم الاسباتولا علشان نوزع الصوص بتاعنا كويس ويطلع مظبوط. بعد كده بنبتدي نجهز الكيس بتاع الكراميل اللي مع الباكت بتاع الكريم كراميل، ونعمل اشكال على على سطح الجاتو بتاعنا او الكيك بالشكل ده. انا هعمل اشكال زي القلب كده. ممكن تعملي الخطوط اللي هي بالطول وبالعرض، وبعد كده بنستخدم الخلة او الستيكس بتاعت الكفتة او الشيش، ونعمل بيها زي اشكال على السطح زي التزيين زي ما تحبي. وبعدين ممكن تدخليها التلاجة ساعة واحدة بس. انا هنا قطعت على طول وطلعت منها القطع زي ما احنا شايفين. الكيك بتاعها قد ايه اسفنجية جدا وهشة وقوامها ممتاز. الطعم بجد ولا اروع من كده. كأنك عملتي بالظبط جاتوه بأسهل وأبسط المكونات. اتمنى تجربوها وتقولي لي رأيكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان الكل يستفيد. وان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد في اقرب وقت، ومع الف سلامة.